السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم أحمد الغاوي، وعدنا إليكم بفيديو جديد على قناة كلام مش هيخلص، وصفحتي على فيسبوك غاوي إديتور، غاوي تعديل ومشاكل السوفت وير ويندوز 11 اللي مش بتخلص أبدا. لكن قبل ما نبدأ شرح، أرجو منكم الدعاء إلى صديق الراحل الأستاذ الباشمهندس أحمد نجيب بالرحمة والمغفرة. في شخص اصدقائي كلمني بيقول لي يا احمد، انا كل ما اشغل لعبه جي تي اي فايس سيتي مش بتشتغل معايا، وبيكتب لي رساله خطا: the code execution cannot proceed because mss32.dll was not found. reinstalling the program may fix this problem. طبعا ده على المشكله دي بسيطه جدا، بس ربنا يسترها وما نعملش مشاكل واحنا بنحل المشكله دي. ما تستغربش من كلامي، كل حاجه متوقعه في نظام تشغيل ويندوز 11. بص يا سيدي، هتفتح جوجل وهتكتب mss32.dll داونلود. ممكن حضرتك تدخل على اول موقع تحمل الملف. انا دخلت على اول موقع، معرفتش احمل الملف خالص، ودخلني في مشاكل ومواقع غريبه. حضرتك ممكن تحمل الملف ده من اي موقع بس يكون حديث. لو حصلت معاك المشكله دي وانت بتنزل الملف من خلال برنامج نيد داونلود مانجر، ممكن تعطل الاضافه عشان هو مش بيدعم تحميل النوعيه دي من الملفات. ولو مستغرب انا ليه بستخدم البرنامج ده، هسيب لك فيديو في صندوق الوصف شوفه. المهم، بعد ما تعطل الاضافه هتحمل الملف من خلال المتصفح، هينزل معاك بدون اي مشاكل. بعدين هتفتح تاب جديده وهتروح التنزيلات، هتلاقي الملف معاك. هتفك ضغط عن الملف ده، هتاخد الملف ده نسخ ثم لصق داخل ملفات اللعبه. وزي ما انت شايف اللعبه اشتغلت الحمد لله. وتعالى بقى نلعب ونراجع الذكريات مع بعضينا. انا اخر مره فتحت لعبه جي تي اي كان في 2016، يا رب اكون فاكرها واعرف العب وما يكونش شكل وحش قدام حضراتكم. انا اخواتي الصغيرين هم اللي بيلعبوا الالعاب دي، ربنا يسترها لحسن حد من اصحابي يجي فجاه وانا بلعب. يلا بينا رجالة، خدنا الموتوسيكل. بس أنا عندي سؤال وجودي، هو ليه وأنا راكب الموتوسيكل بحس إني جيمس بوند، وأول ما أخبط عمود إنارة بحس إني جيمس كونت؟ بص يا عم توم، أنت مش واخد بالك إن اللعبة دي معمولة ضدنا؟ يعني أنا ماشي في أمان الله، فجأة عربية طالعة من نص الحيطة. هو إحنا في جي تي إيه ولا في الدايري الصبح بدري؟ دخلنا المهمة. بيقول لي خد مرات اخوك من اليخت. طب هو ينفع يا جماعة اخد مرات اخويا من اليخت من غير ما اخد معايا كشري زيادة؟ اصلا انا مش واثق اني هرجع تاني. بصراحة انا مش فاهم، هو ازاي مرات اخوه ساكنة في يخت؟ هو اخوه ده بيشتغل ايه؟ بيبيع طعمية بموتور ياماها ولا ايه؟ يا خراب بيتي، ده انا لو سايب ايدي للقط وهو سايق الموتوسيكل كان عارف يمشي يعدل مني. بس خلاص احنا جامدين اهو، اللعبة ماشية تمام يا رجالة. بصوا يا جماعة، انا فاكر مرة ركبت توك توك، الراجل اللي سايق كان فاكر نفسه في جي تي اي بالظبط، دخل بيه في شارع ضلمة. انا قلت خلاص هموت، فجأة طلع محل كشري. بص شوف العربية دي، والله لو خبطتني مش هسكت، هقفش عليه قفشة جامدة. بس هو سبقني خلاص. ماشي يا عم، بس خد بالك انت في الفيديو ده، لو رجعت لك في الاخر هوريك الويل. النهارده الجو جامد قوي، اللعبة شغالة، الموتوسيكل شغال، بس الموديل اللي راكب ورايا بيخبطني في ظهري. يا ابني ادم ما تهدى شوية، هو انا ماشي بيك على طريق مصر اسكندرية ولا ايه؟ يا نهار ابيض، انا عمري ما شفت بحر كده. ده البحر ده تحس انه معمولة فيه محشي كوسة. لو وقعت يا رجالة ما تدوروش عليا، سيبوني للسمك يعمل معايا حفلة. يا جدعان انا نفسي افهم ليه وانا بلعب جي تي ايه بحس ان الدنيا كلها ورايا. يعني انا ماشي بالعربية الاقي 30 شورتي، 12 عربية اسعاف، واحد عجوز بيجري ورايا بالشبشب. بصراحة يا جماعة اللعبة دي بتفكرني بامتحانات الثانوية.
انا ماشي كده فاكر نفسي جامد، وفجأة اخد مطب مش عارف اعديه، واخر الفيديو يا اما انجح يا اما اعيد. يا جدعان لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان المرة الجاية نجيب مرات عم اخويا من الطيارة بدل اليخت.